السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا من تلفزيون دولة إريتريا، نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، البدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. جوائز للفنانين المتميزين في الإقليم الأوسط. جمعية الأطباء الإريتريا تعقد اجتماعها السنوي ال25. إشادة بسكان بارنتو للتنمية. مقتل 70 جنديا في هجوم صاروخي على مركز تدريب للقوات باليمن. ترامب يدعو لتحالف أقوى مع اليابان في ذكرى توقيع معاهدة أمنية. و8 قتلى في حريق بدار لرعاية معاقين في التشيك. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قدم قسم الثقافة والريادة في الإقليم الأوسط الجوائز للفنانين المتميزين في مجالاتهم في المنافسات التي جرت لمدة عام على مستوى الإقليم الأوسط ضمن حلقة الفنون. وأوضح مسؤول القسم السيد أندرياس أسمرون في المناسبة التي حضرها حاكم الإقليم اللواء رمضان عثمان أولياء ومسؤول الثقافة والريادة سفير زمدية تخلم أن الفنون في البلاد تدفع قوة الشعب سواء في مرحلة النضال والدفاع عن السيادة والعهد الجديد. وقال أن برنامج حلقة الأدب والفن الذي بدأ عام 2018 هدف تمكين الفنانين إبراز هواياتهم ومواهبهم على مسابقات، ويشمل الشعر والفن التشكيلي والرقصات الفلكلورية والموسيقى التراثية. وقدم مبلغ 5000 نقفة للفائز الأول في الشعر، و3500 نقفة للفائز الثاني، و2500 للثالث مع ميدالية البرنامج الخاصة. وفي الفن التشكيلي قدمت جائزة 10,000 نقفة للفائز الأول، و7,000 للثاني، و5,000 للثالث مع الميدالية الخاصة للبرنامج. كما فازت فرقة ميراث للرقص بمبلغ 5,000 نقفة وجوائز تشجيعية للمشاركين في المدح والرثاء. عقدت جمعية الأطباء الوطنية في 18 من يناير الجاري اجتماعها السنوي ال25 في قاعة فندق أسمر بلاس. وفي المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 200 المهنيين الصحيين والشركاء قدمت توضيحات حول الأمراض المؤثرة على مستوى البلاد والمنطقة. وألقى رئيس الجمعية البروفيسور نجاسي لاكي كلمة أوضح فيها الأنشطة العامة التي سيرتها الجمعية خلال 25 عاما من عمرها، حيث نظمت دورات تأهيلية حول تقدم المهنة الصحية وتقنية الطب لتطوير قدرات الأعضاء، داعيا الأطباء الإريتريين لبذل جهود حسيسة لتنمية قدراتهم المهنية. وأوضح الأمين العام لجمعية الأطباء الإريتريا الدكتور محمود محمد لوكالة الأنباء الإريتريا أن من أهم الأهداف الجمعية نقل المعلومات التعليمية، وذلك لتغير وتطور المجال الصحي من حين لآخر، فضلا عن خلق آلية لتبادل التجارب والخبرات. كما قدمت في المنتدى توضيحات حول التهاب الشرج ومشاكل قلبية تؤدي إلى الوفيات، وآلات طبية عصرية لفحص الملاريا وتنقية المياه وسبل الاستفادة منها، وتطور طب التخدير ومشاكل الناسور، إضافة إلى أبحاث الشيكيغونيا التي شهدتها البلاد. تضم جمعية الأطباء الوطنية التي تأسست في العام 1994 أكثر من 180 عضوا. أشادت إدارة مديرية بارنتو في التقييم الذي أجرته في 16 من يناير الجاري بدور المجتمع لتنفيذ برامج التنمية عامة وحماية التربة وحفظ المياه خاصة. وأوضح مدير مديرية بارنتو السيد أوريلا جوكامينو في التقرير الذي قدمه أن عام 2019 شهد أعمال بناء السدود والحفائر والآبار وصيانة الطرق وغيرها من إنشاءات البنى التحتية وضمان إصحاح البيئة ومساعدة المحتاجين بمشاركة شعبية واسعة والقيام بأنشطة نفير حصاد ناجح. ودخول برامج عام 2000 وحول برامج 2020 أوضح العمل لبناء سدود جديدة وإجراء انتخابات إدارة الضواحي وحماية التربة وحفظ المياه. وقدمت في المناسبة الشهادات التقديرية لضاحية السلام تقديرا لجهودها في التشجير، ولضاحية العدالة لصناعة مواقد أدحنت، وضاحية فودي بإقامة محمية.
مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على أنباء العالمية. أسفر قصف صاروخي استهدف معسكر تدريب عسكري بمحافظة مأرب في اليمن عن مقتل أكثر من 70 عسكريا من القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا. وقال مسؤولون أن العشرات أيضا أصيبوا في الهجوم الذي وقع في مدينة مأرب الواقعة وسط اليمن، وتبعد حوالي 170 كيلومترا شرقي العاصمة صنعاء. وألقت الحكومة اليمنية باللوم على حركة أنصار الله الحوثية في الهجوم. وأفاد التلفزيون الرسمي السعودي بأن الهجوم نفذه الحوثيون المدعومون من إيران. وأدان الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي الهجوم ووصفه بالجبان في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبا. وفي أغسطس من العام الماضي شن المتمردون الحوثيون هجوما صاروخيا على عرض عسكري للقوات الحكومية اليمنية في مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل. أحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذكرى 60 لتوقيع المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان بدعوة من تحالف أقوى وأعمق بين البلدين، رغم انتقاده للاتفاقية ذاتها قبل 6 أشهر. وكان ترامب قال في مؤتمر صحفي باليابان في يونيو الماضي إن المعاهدة الموقعة قبل 6 عقود وتعد حجر الزاوية لسياسة الدفاع اليابانية جائرة، وينبغي تغييرها، مما يكرر رأيا عبر عنه كثيرا، وهو أن اليابان تستفيد من جانب واحد فيما يتعلق بالدفاع. لكن ترامب قال في ذلك الوقت إنه لا يفكر في الانسحاب من المعاهدة. ودعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال حفل استقبال في طوكيو بمناسبة توقيع المعاهدة إلى جعل المعاهدة أقوى. ودعت إدارة ترامب إلى أن دفع اليابان المزيد من المال للقوات الأمريكية المتمركزة على أراضيها. وبموجب اتفاقية تم التوصل إليها عام 2015، تعهدت اليابان بزيادة إنفاقها على القوات الأمريكية 1.4% على مدى السنوات الخمس. قال مسؤولون في خدمات الإطفاء وفي الحكومة التشيكية أن 8 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 30 في حريق نشب في دار لرعاية ذوي الإعاقة. ووقع الحريق في فيبرتي على الحدود الشمالية الغربية مع ألمانيا في دار يقيم فيها رجال بالأساس مصابون بأمراض عقلية أو إعاقات أخرى. وقال ميكال زافورا الضابط المسؤول عن خدمات الإطفاء في المنطقة للتلفزيون التشيكي الرسمي أن الحريق نشب في غرفة ثم امتد ل3 غرف أخرى، مشيرا إلى القتلى 8 سقطوا بسبب استنشاق الدخان. وتوجه رئيس الوزراء أندريه بابيش إلى مدينة فيبرتي التي تبعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال الغربي من العاصمة براغ، ووعد بأن تساعد الدولة في التحقيق بشأن الحريق الذي لم يعرف سببه بعد. وحال سوء الأحوال الجوية دون استخدام طائرات الهليكوبتر للمساعدة في نقل المصابين. وقال مسؤولون أن وحدات إنقاذ ألمانيا شاركت في العملية. زينت الساحة الرئيسية للعاصمة الهولندية أمستردام بأزهار التوليب احتفالا باليوم الوطني لأزهار التوليب. وخصصت مساحة 2500 متر مربع لتكوين حديقة في الساحة، حيث تم عرض 200 ألف زهرة من مختلف الألوان. وتمت دعوة الزائرين إلى انتقاء الأزهار التي يرغبون فيها مجانا، وساعدهم في عملية الاختيار مختصون في الزراعة محيطين إياهم علما بكيفية رعايتها. وتعد هولندا أكبر دولة منتجة للتوليب، وهي تنتج حوالي 2 زهرة توليب على طول الموسم، يتم تصديرها إلى أكثر من 100 بلد في العالم.
هكذا مشاهدينا الأكارم انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.